عملت ابو فروه بطريقتين. عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل ابو فروه، حاجه حلوه للشتاء قوي، وشفت طريقه على النت وهنجرب الطريقه دي. وفي طريقه جت في دماغي برضه هنجربها معاكم. اول حاجه لما نجيب الابو فروه بنجيبه الابو فروه الكبيره اللي هي مليانه، مش هنجيبه الصغيره عشان بتحرق في الفرن، وهنقطعها على 100 زائد. بعد كده بنشطفه كويس قوي ونجيب حله ونحطه فيها ونغطيه بالميه ونحط عليه معلقه من السكر ونحطه على النار حوالي 20 دقيقه لحد ما القشره بتفصل عن ابو فروه. هنا بقى الطريقتين، ان انا جبت الطاسه فيها ورق ألمونيوم او ورق زبده عشان بس ما يلزقش، والطريقه التانية اللي جت في دماغي ان انا هحطه في الاير فراير وهي هشوف اللي هيحصل، وهنحط عليهم زبده. قسمت الكميه اللي عندي، الاير فراير بعد 5 دقايق الابو فروه فتح، اللي في الفرن بعد حوالي 20 دقيقة فتح. الاتنين طريقة ناجحة، ويلا ندوق بقى ونقشرها، شايفاها بتتقشر بسهولة. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندوق. طعمها حلو قوي. دي نجحت اكتر بكتير، دي شالت. بالي الطريقتين زي بعض، فرق توقيت بس. القشرة فتحت من بره وجوه لسه، الاتنين مستويين. بس كده الفيديو خلص، ما تنسوش تشتركوا في القناة، والف هنا وشفا وباي باي.